وتعالوا بقى نعمل الاختبار الاصعب. هنفرم ازازه البيبسي الازاز دي، وتعالوا نفرم كده بسم الله. الحمد لله عملنا الاستوديو الجديد الحلو ده علشان نعمل فيه احلى وصفات، وما كانش ينفع ما يكونش عندنا خلاط قوي جدا. علشان كده جبت خلاط رافال 1800 واط بيكسر التلج والازاز وبيعمل حاجات كده غريبه. هنجرب كل ده مع بعض دلوقتي ونشوف فعلا هو يستاهل ان احنا نشتريه ولا لا، وهينجز معانا شغل كتير ولا لا، لان عرفت ان المطحنه اللي موجوده معاه نص لتر، فدي ساعتها حلوه جدا ونقدر نطحن فيها توابل كتير مع بعض. يلا بينا نفتح كده ونشوف. بسم الله. واول حاجه معاه شهاده الضمان ب3 سنين والكتالوج بتاعه. نطلع كده المهم. واو. نطلع كده شفشق الخلاط. ما شاء الله، شايفين غطا شفشق الخلاط يا جماعه وشكله الحلو؟ ما شاء الله شكله جميل جدا. كمان جايب الجلد ده علشان يساعد ان هو يتقفل باحكام، طبعا ضد الكسر، وخامته شكلها حلو قوي. تعالوا نفتح كده الدرق. شكله حلو جدا. طبعا الدرق كبير زي ما حضراتكم شايفين وبياخد لحد 2 لتر، فدي حاجه عظمه جدا جدا. شايفين السلاح من جوه شكله عامل ازاي؟ بيجي ب6 شفرات قويه جدا. كمان الترس اللي ورا ده معدن وباين عليه جدا ان هو قوي وبيستحمل. نسيب ده كده على جنب. نسيت اقول لكم ان الجزء اللي موجود في غطا شفشق الخلاط سهل الفك والتركيب زي ما انتم شايفين، ومصنوع من الباغه اللي ضد الكسر. طبعا الجزء ده بيتحط هنا وما بيوصلش للشفرات تحت. شكله فخم بجد، شكله تحفه. وتعالوا نشوف العلبه دي فيها ايه. نطلع بقى الجزء الخاص بالمطحنه. ما شاء الله شايفين شكله الحلو ده؟ بياخد لحد نص لتر يا جماعه، اكتر كمان من نص لتر. كل التروس من المعدن زي ما حضراتكم شايفين. والمطحنه دي بقى فيها مميزات كتير، اتفرجت على فيديوهات كتير ليها واتضح ان هي بتطحن اي حاجه بكل سهوله. ونيجي بقى للجزء المهم وهو الخلاط او جزء الموتور. نفتح كده اهو يا جماعه. واو، بسم الله ما شاء الله، تقيل. طبعا شركه رافال انتاج مصري 100%. طبعا دي ارضيه الموتور، لازم فعلا السلك يكون قوي كده. جميل جدا جدا. وده شكل موتور الخلاط. واو، بجد تقفيل محترم جدا زي ما حضراتكم شايفين، وعجبني لونه جدا. وكمان عامل ماتشنج كده معايا ومع الاستوديو. يلا بينا، انا متشوق ان احنا نشغله كده ونجربه مع بعض. عايز اقول لكم حاجه كمان، ان هو مش هيشتغل غير لما نحط اي جزء من دول اهو كده يشتغل، انما كده لا. تعالوا بقى نختبر المطحنه النص لتر. نفتح كده. اخترت اصعب التوابل في الطحن وهو الكركم الحصى، والعطارين عارفين اللي انا بقوله. ده بيكون شكله يا جماعه. ننزل كده في المطحنه. هنزل كده باعواد القرفه السيجار دي، شويه كمان كده من ورق اللورة، على 4 حبات جوز الطيب، ونقفل كده ونجرب ونشوف فعلا هيطحن ولا لا. نشغل كده على اهدى سرعه. بسم الله. هوقفه بس ريحه شويه ونرجع نطحن تاني. واو، طحنهم تماما. شايفين بقى شكل التوابل بعد ما اتطحنت؟ ايه الجمال ده؟ مطحونين ناعم جدا. عارفين بقى خلطة الرز البسمتي اللي بنشتريها من السوبر ماركت؟ هي دي. تقدروا تعملوها في البيت بكل سهولة، ومع مطحنة رافال فعلا قوية بجد. نركب بقى كده شفشق الخلاط، والاختبار الصعب بقى للخلاط. معايا 3 منجات ومش هشيل منهم البذر، هنفرمهم ببذرهم وهنشوف فعلا الخلاط هيقدر يفرمهم ولا لا. ننزل كده بالمانجا. ربنا يستر. وما انصحش اي حد ان هو يجربها، انا بجرب لكم بس علشان تعرفوا فعلا ان الخلاط ده قوي جدا. وهنزل معاهم كمان بشوية تلج، وهنزل بس بشويه ميه علشان نمشي الخلاط. حلو قوي. نقفل كده ونقول بسم الله ونفرم. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. ده فرم المانجا. انا نسيت اسمها ايه. ده فرم المانجا ببذرها. اوه لا لا، الموضوع كبير. نصفي المانجا.
اوه. هنفرم كده المانجا بالبذر بتاعها بعد كده وهتطلع معانا 100 100. وده التفل اللي طلع من المانجا، حاجه عظمه بجد. وتعالوا بقى نعمل الاختبار الاصعب. هنفرم ازازه البيبسي، الازاز دي نحطها مقلوبه ونشوف هيقدر يفرمها ولا لا. ما تجربوش الحاجات دي يا جماعه، انا بجربها علشان اعرفكم ان فعلا شفشق الخلاط ضد الكسر. وتعالوا نفرم كده بسم الله. الازازه راحت فين؟ تعالوا بقى نفضي كده الازاز بالراحه كده خالص. وده شكل الازاز بعد ما اتفرم معانا، وده شفشق الخلاط بعد ما فضينا منه الازاز وحطيت فيه شويه ميه اهو، ما حصلوش اي حاجه خالص، يا دوب بس حصل فيه شويه خدوش كده بسيطه من الداخل. طبعا احنا مش هنفرم فيه ازاز، بس هو فعلا قوي ويستحمل وضد الكسر. لا بصراحه حلو جدا جدا. ولو عاوزين تعرفوا اكتر عن خلاط رافال هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في اول تعليق للناس اللي حابه تشتري الخلاط منهم. فعلا خلاط عملي جدا، سواء لو كنت عروسه وبتجهزي وعايزه تجيبي حاجه قويه تعيش معاكي سنين كتير، خصوصا فتره الضمان بتاعتهم كبيره وقطع غيار متوفره. وفعلا دي من افضل الشركات اللي بتقدم خدمه ما بعد البيع. في نهايه الفيديو حابب اشكركم لمشاهدتكم للفيديو ودعمكم لينا. وفي النهايه لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان نجرب منتجات كتير. تحياتي ليكم.